وخدوهم في الحديد ونعيمة بتقول بعرضي والسماء في النور. اسمع يا ولدي، اسمع يا ولدي. شوف الانتصار للحب والانتصار لقيمة وقوف هذه الفتاة الشابة في مواجهة الأهل بل والمجتمع القروي نفسه كله. الغريبة هنا بقى خلاص الموال خلص وهي قصة حقيقية. الغريبة هنا انه ده غنى في قلب الصعيد في قلب الجنوب، ونتكلم من سنة 26 واحنا 2014. احسبها انت بقى. الاغنية دي موجودة في وجداننا كلنا، ومع ذلك انتوا فاكرين احنا عملنا شفيع ومتولي، ومع ذلك جريمة الشرف هي اللي حتى الآن تسود، وقيم اللي تعبر عنها في موال شفيع ومتولي هي اللي تسود عن قيمة حسن ونعيم. وكأن الانتقام وجريمة الشرف لسه هي المقدمة باعتبارها البطولة والانتصار للكرامة وللكبرياء، بينما الانتصار للحب والانتصار لقصة الحب الجميلة اللي جمعت بين الاثنين حسن ونعيمة، والشهادة نعيمة ضد أهلها انصافا لحبيبها المغدور والقيمة العدالة متراجعة غريبة. نتكلم على مجتمعنا بكل الظروف اللي احنا فيها، ومرت علينا ظروف كتير فوق وتحت، وتغيرات ومتغيرات اجتماعية وسياسية كتيرة فوق وتحت، واقتصادية كذلك. ومع ذلك احنا قصاد الخطين دول، خط موال شفيع ومتولي وخط موال حسن ونعيمة، على ما بينهما من تناقض رهيب، على ما بينهما من شعبية هائلة، على ما بينهما من وجدان مصري عبر وسمع، ألف وغنى، ردد وانتشر.